يا أهلا يا جماعة، أهلا بيكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن الحلقة الثانية من مسلسل The Last of Us. Say my name. مبدئيا انا عامل الفيديو ده متاخر شويه عشان شفت الحلقه متاخر عن ميعاد نزولها، والفيديو ده عموما مش هيبقى طويل لان الحلقه ما كانش فيها احداث كتيره قوي جديده. هي بعض النقط الخفيفه اللي انا هتكلم فيها وهتكلم فيها بحرق، بما ان دي الحلقه الثانيه. فانت لو بتتفرج على ريفيو للحلقه الثانيه فانت اكيد شفت الحلقه الاولى وبدات تتابع المسلسل، فاعتقد مش هيبقى عندك مشكله لو انا حرقت يعني. واول حاجه انا حابب اتكلم عنها بصراحه هي المقدمه، لان المسلسل للحلقه الثانيه على التوالي بيقدم لنا مقدمه جديده، وانا بصراحه ما كنتش متوقع ده في ثاني حلقه، ولكنها ايضا بتتكلم على طبيعه الخطر اللي احنا بنتعامل معاه في المسلسل، طبيعه الفطر او طبيعه الحاجه اللي احنا المفروض نبقى بنتعامل معاها بشكل علمي فيما بعد قدام. وكمان بيقدم لنا حاجات كتير في الباك ستوري بتاعت الاحداث، يعني بيتكلم على فكره القصف اصلا، واللي احنا فوجئنا ان كل العالم طبقها جوه احداث قصتنا بقى الواقعيه. بالاضافه ان كان في تصدير رعب من قوه الخطر ده اتقدم في المقدمه، ممكن ما تكونش كل الناس لاحظته، وهي ان اقتراح القصف ده جه من العالمه، ما جاش من القائد بتاع الجيش، لان طبيعي في اي مشهد مشابه لده ان الاقتراح ده يجي من القوى العسكريه، والشخص اللي بيمثل جانب العلم الطيب دوت يعارض ده في الاول، ولكن في الاخر مثلا يوافق عليه بحجه ان مفيش حل تاني. ولكن لا، احنا الاقتراح بتاعنا ده جه من الشخص الطيب المدني المسالم، بل بالعكس الشخص العسكري كان هو اللي مخضوض وهو اللي مش مصدق اللي هو بيسمعه. فده يوضح لنا قد ايه الحاجه اللي احنا بنقابلها دي حاجه خطيره جدا ولا يمكن ايجاد علاج ليها لحد الوقت اللي احنا كنا فيه ده. تاني حاجه حابب اتكلم عليها وهي بدايه بقى رحلتنا اللي احنا النهار طلع علينا وبدانا نشوف العالم بتاعنا خارج عالم الاسوار، او خارج عالم الاسوار، دي حاسس ان انا بتكلم على اتاك، او خارج عالم المستوطنه بتاعتنا عامل ازاي. والجانب ده كان ليه جزء مش قليل في اللعبه، لان الجرافيكس في اللعبه كانت واحده من ضمن الحاجات المميزه للعبه، واللي اللعبه كسبت بسببها جوائز كتير. المدى التفاصيل والمدى الانبهار اللي كان موجود في العالم الخارجي جوه اللعبه احنا بنشوف ده كمان في المسلسل، ومحافظين عليه، ومحافظين على فكره او مركزين على فكره انبهار إلي بالعالم الخارجي بتاعنا ده، لان البنت دي اول مره تشوف العالم بره عامل ازاي، ومدى ترقبها ان هي تشوف الوحوش اللي هي المفروض تقابلهم بره دول، واستعجالها على ده، ومجرد ما بتقابلهم بتبقى خايفه جدا. فده يبين لنا قد ايه هي ما شافتش حاجه بره قبل كده خالص. كمان التفاصيل بقى اللي موجوده جوه العالم، ان في حياه على مستوى الطيور والحيوانات بره العالم بتاعنا، دي حاجه او تفصيله يعني كويس ان هي اتذكرت، وكويس ان هم اهتموا بيها. الحاجه اللي بعد كده وهي ان العلاقه ما بين جويل وما بين إلي هي ما بقتش حلوه في يوم وليله، او ما بقتش علاقه قويه في يوم وليله، لا احنا لحد الحلقه الثانيه والعلاقه ما بينهم متوتره، ولحد الحلقه دي وجويل اكتر من مره مصر ان هو يرجع بإلي لجوه تاني وينهي المهمه ويعتبر انه لا كأن حاجه حصلت، وده لانه بكل اختصار لسه ما اتعلقش بإلي. وده يجينا بجانب الحوارات اللي بتدور ما بين إلي وما بين جويل، وقد ايه بتبين لنا ان إلي نفسها اصلا هي طفله ما شافتش ب4 جنيه ربايه، وده شيء منطقي، ولكنها هي نفسها كمان لسه ما اتعلقتش بجويل باي شكل من الاشكال. وده ياخدنا للحوارات، سواء الحوارات اللي كانت في الحلقه ما بين جويل وإلي، او اللي ما بين جويل وإلي وتيس، او اللي ما بين جويل وتيس، وقد ايه الحوارات دي ذكيه. وانا هنا اقصد بكلمه ذكيه ان هي بتقدم كتير في الاحداث وكتير في العلاقه ما بين الشخصيات باقل عدد ممكن من الجمل، ودي حاجه حلوه لان احنا المسلسل بتاعنا مش هيلاقي فرص كتير يحط فيها مشاهد حواريه طويله، لا هتبقى فرص قليله جدا اللي يقدر يعمل فيها ده، نظرا لطبيعه العالم اللي هم موجودين فيه، المكان نفسه، الخطر اللي محاوطهم في كل حته وممكن يجي في اي وقت. فلازم فعلا الحوار يكون ذكي علشان خاطر يختزل على نفسه وقت كتير مش هيكون معاه. الحاجه اللي بعد كده وهي الحاجه اللي احنا مستنيينها اصلا من المسلسل واللي اتقدمت لاول مره في الحلقه دي، وهي الوحوش بتاعتنا، الرانرز والكليكرز، واللي لحد دلوقتي ما تمش التفريق ما بين انواع الوحوش اللي موجوده جوه المسلسل. اللي عارف الفرق ما بينهم هو اوريدي عارف من اللعبه. انت عندك الكليكرز اللي هم اول حاجه ظهروا، الاثنين اللي كانوا جوه المبنى دول اللي هم قتلوهم. الكليكرز هي كائنات متطوره شويه من المونسترز دي، وهم ما بيشوفوش، هم بس بيسمعوا. ده اتقدم في شكل معلومه جوه الحلقه، ولكن انا بتكلم فكره ان الرانرز صراع وبيجروا وبيشوفوا، الكليكرز هم ما بيشوفوش، بيسمعوا، حركتهم ابطأ شويه وهم اشرس من الرانرز وبيموتوا بشكل اصعب من الرانرز. ولسه في قدام كمان البلوستر لما يظهر اللي هو الوحش العملاق. التفريق ده ما بانش، وما بانش كمان الطرق المتنوعه في الموت، لان الرانرز في اللعبه انت كنت بتموتهم باي حاجه عادي، سواء بمسدس، ببندقيه، بايا كان، لكن الكليكرز كانت اسرع طريقه لتمويتهم هي الشيف او
اللي هي نقدر نقول عليها سكينه يعني. ده ما حصلش لسه في الحلقه. الكروس بو كان واحد من ضمن الاسلحه المهمه جوه اللعبه، ما تمش حتى الان تقديمه. ففي معلومات عن الوحوش كتير لسه ما اتقدمتش. طب على مستوى الشكل الموضوع ما اعتقدش ان هو مرعب قوي يعني. انا ما حسيتش بخوف من الشكل بتاع الوحوش، ممكن اكون حسيت شويه بالقرف في بعض المشاهد، ولكن بالخوف ما اعتقدش ده كان موجود قوي. وانا بصراحه مش مستني خايف، ولكني مستني بصراحه يكون في اثاره اكتر شويه ويكون في اكشن اقوى شويه. ولكن ده زي ما قلت احنا لسه في تاني حلقه ولسه في حاجات كتير هتقابلنا. انا بس كل اللي في دماغي هو ازاي كل ده هيتقدم في مجرد 9 او 10 حلقات بس. ده السؤال اللي انا مستني اشوف المسلسل هيجاوب عنه ازاي. ولكن المسلسل على المستوى الدرامي هو موفي جدا بالنسبه لي كل اللي حصل لحد دلوقتي. واخر حاجه هتكلم عليها هي نهايه الحلقه، لان للحلقه الثانيه على التوالي المسلسل ما بيقفلش بكليف هانجر. وواضح ان المسلسل هيعتمد على النوع ده. المسلسل بيعامل كل حلقه على انها فيلم قصير ممكن تتفرج عليه لوحده منفصل بدون ما تبقى بتراجع الحلقات القديمه. وده مناسب لكون المسلسل ما نزلش كله على بعضه مره واحده يعني، بينزل حلقه كل اسبوع. انت مش محتاج تتفرج مثلا على الحلقات القديمه علشان خاطر تبقى مركز مع كل الاحداث اللي هتقدم في الحلقه الجديده. لا، كل حلقه مستقله شويه بذاتها بشكل او باخر. وطبعا النهايه بتاعت تيس هي اتعملت زي ما هي كانت موجوده فعلا في اللعبه، لان تيس فعلا في اللعبه بيتم عضها او مهاجمتها، وبالتالي بتبقى انفكتد، وبالتالي بتقرر ان هي تضحي بنفسها علشان توفر شويه وقت وشويه امان لجويل وإيلي. وهي دي نقطة التحول اعتقد اللي هتبقى في العلاقة ما بين جويل وإيلي، لان قبل كده لو كان جويل في اي وقت عنده استعداد ان هو ياخد إيلي ويرجع بيها تاني المدينة، فدلوقتي ما عادش الاوبشن ده متاح، لان في شخص مات وشخص عزيز على جويل مات وضحى بنفسه من اجل ان المهمة دي تكمل. فجويل مش هيبقى عنده رفاهية ان هو يكنسل المهمة تاني، لان زي ما شفنا المهمة كانت المفروض تنتهي في الحلقة دي، ولكن بيحصل ظرف بيؤدي ان المهمة تبقى اطول من الوقت المطلوب معاها. ده كان كل حاجه عندي عن الحلقه الثانيه. ما كانتش طويله زي الحلقه الاولى. انا هحب جدا اشوف فكره المقدمه اللي بتتعمل كل اول حلقه دي للاخر. انا دي بقت ممكن تكون اكتر حاجه انا مستنيها اصلا في الحلقات الجايه. مقدمه كل حلقه ممكن تبقى عامله ازاي، وتقديم العالم القديم بتاعنا وتناوله للموضوع الفطر والانفكتد ده يبقى عامل ازاي. وبس ده كان كل اللي عندي الحلقه دي. اشوفكم في حلقات جايه ان شاء الله. لو المسلسل قدم زي ما قلت في حلقاته الجايه احداث كتير تستاهل ان انا اعمل عنها فيديو. وبس تنسوش تعملوا سبسكرايب في الشانل وتشغلوا الجرس عشان يوصل لكم نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد ننزله. وسيبوا رايكم في الحلقه في الكومنت تحت، وسلام.